بس كل يوم الصبح بقول remember why you started. الحاجة التانية انا هقبض 15,000 جنيه، هي شغلانة اللي ملوش شغلانة. انت عندك ايه تخسره يا اخي؟ طب انا ليه اشتغل عندك في الشركة؟ ما انا ممكن اشتغل لوحدي. فابتدت الناس تقول لي ده هو ايه اللي شبه مسحوق امه ده، خصوصا بعد دلوقتي كمان دخل على شات جي بي تي creativity in you. يعني ايه؟ تالت حاجة البادجت. انا ليه كنت بشتغل لوحدي كل حاجه؟ عشان مفيش بادجت. عشان كده بقول لك انه مهم قوي ان انا مبقاش كونتنت كريتور وخلاص. مش عارف لولا وجود الكوميونتي بتاعكم انا ما كنتش اشتغلت في الشركه الفلانيه. فقلت طب ايه الايدج اللي انا ممكن اقدمه؟ ما انا افتح محل ورد. حاجه اللي مش شارع هي اللي بتسمع قوي. عارفه قوي لما بنتخرج بنبقى مش عارفين احنا عايزين نبقى ايه، لحد دلوقتي مش عارفين عايزين نبقى ايه لما نكبر. يعني اللي بيبقى اكتر finding mentor. سؤال دايما بنفكر فيه أول ما بنبتدي شغل جديد as a content marketer، لأنه فيه شوية تفكير وإبداع، وهو إيه المعايير اللي تخليني شاطر؟ طيب الشطارة دي فطرة ولا مكتسبة؟ أقدر أخد كورسز ووركشوبس عشان أكون فيها شاطر؟ طيب بناء على ده الشركات بناء على إيه بتعين الموظفين عندها؟ النهاردة هنتكلم عنك وهنتكلم عن الشركات اللي تقدر تعينك. أنا مروة معتز وليكس توك. مشرفوني في حلقة النهاردة رندا معتز، فاوندر ذا كوبي رايتر. هلو يا رندا. هلو، ايه الأخبار؟ الحمد لله كله حلو؟ كله حلو. الكونتنت كرييشن هو المخ وباقي الديبارتمنتس هي العضلات اللي بتفاجوال الكلام ده كله بقى. صح. كلميني الأول ازاي بدأتي الكونتنت كرييشن واحكي لنا بقى كده، أنا عايزة أسمع. طيب اولا انا اتخرجت من ألسن في 2011 وكان قدامي طريقين، يا اما ابقى مترجمه يا اما ابقى مدرسه. اصلا الموضوع ملوش علاقه بالكونتنت. يعني اي ام في الدنيا هتقول انا عايزه ابقى مدرسه أيوة. عشان تكسب فلوس كتير، علشان يبقى خلاص هو ده مستقبلك. مظبوط. حسيت ان انا لا ده ولا ده. يعني ساعتها كمان كان في ظروف البلد فما كانش ينفع ان انا ابقى اصلا مترجمه. كان خلاص. فساعتها قلت خلاص زي اي حد بيتخرج هشوف الدنيا بتقول ايه وهقدم في اي شركه. فقدمت في شركه، الشركه دي كانت تبع شركه نيلسون، ونيلسون هي واحده من الشركات المعروفه قوي في الماركت ريسيرش. وابتديت اعمل حاجه اسمها ترانسكريبشن، اسمع الكلام اللي الناس او الكاستمر بيقولوه عن براند معين وابدا ان انا احطه في شكل وورد فايل. اوكي. وبعد كده حسيت انه هو ايه ده، يعني ايه العلم ده. طبعا انا ما درستش ماركتنج، بس عندي شغف دايما ان انا ابص على الناس، الاحظ هما بيعملوا ايه. فساعتها حسيت ان انا محتاجه اكسبلور شويه ممكن ايه اللي يحصل. فقعدت ادور لقيت ان نيلسون اصلا ماركتنج ريسيرش كومباني. فانا حسيت انه طب ليه ما ادرس حاجه زي كده. فساعتها حسيت انه خلاص تمام انا عايزه ادرس الحته دي. عجبني الموضوع، عجبني جدا لان هو بيخش في طبيعه الانسان. حلو. وبيعرف اكتر كده عن نواياه وحاجات زي كده. انسايتس بقى انسايتس جدا والكاستمر يعني. بيهيفير والحاجات دي بالظبط. ايوه. فابتديت ان انا اخش في المجال ده. وبعد كده دخلت كنت ريسيرش برضو اناليست في شركه اسمها سوشيال ايز. حلو. ابتديت برضو اعمل نفس اللي انا بعمله بس على السوشيال ميديا. ساعتها السوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي خالص. مظبوط. كانت كلها عباره عن ان بتشوف الناس بتقول ايه، لو في باز اناليسز، لو في ريبورتس، لو في حد متضايق من حاجه بنعمل ريبورتس وبنوديها للبراند نفسه. حلو قوي. بعد كده حسيت انه في حاجه ناقصه، يعني انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. فمره لقيت في سنتر كده بتاع كورسات كاتب مقال طويل قوي كان بيتكلم فيه عن الليدرشيب سكيلز وحاجات زي كده. فقلت هو ايه النوع ده من الكونتنت يعني. تعملها ماشيه وبتكتشفي. عارفه قوي لما بنتخرج بنبقى مش عارفين احنا عايزين نبقى ايه، لحد دلوقتي مش عارفين عايزين نبقى ايه لما نكبر. بس ايوه احنا كبرنا بس احنا لسه مش عارفين عايزين ايه برضه. بالظبط. بس الفكره ان احنا لما حسيت كده قلت خلاص تعالى نمشي ورا الخيط ده. رحت بعت لهم قلت لهم ممكن انتوا عايزين متدربين. انا ساعتها كنت كبيره على ان انا ابقى متدربه اصلا. اوكي. يعني كان مثلا عندي طبعا بمعاييري كان عندي 24 سنه. حلو.
فخلاص يعني انا اشتغلت، كنت باخد مرتب بدأت حلو في كارير باث معين. وباخد مرتب حلو. فقلت لهم لا انا هنزل اشتغل معاكم من غير فلوس. فنزلت وحسيت انه فعلا في حاجه بتتعمل، في ريسيرش بيتعمل الاول، في توبيك محتاجين نتكلم عنه، في ليدز محتاجين نجيبها. فحسيت انه هو ايه ده، ايه النوع العلم ده. ايوه. فاكتشفت ان دي حاجه اسمها كونتنت ماركتنج. اوكي. فمن هنا ابتديت ادور على ريسورسز. فين بقى ريسورسز؟ لقيت كوبي بلوجر، كونتنت ماركتنج انستيتيوت، سوشيال ميديا اكزامينر، سبراوت سوشيال، كل الحاجات دي. هاب سبوت اكاديمي طبعا دي اولهم. صح. ايوه مظبوط. لان دي كانت عاملين كورسز واكاديمي وكده. فابتديت ادور واذاكر واعرف اكتر عن التوبيك ده. بس المشكله ان كل الكونتنت غير ان هو بالانجلش، انا اصلا درست انجلش بس ده طبيعي، بس حسيت ان هو مش ريليفنت للماركت بتاعنا. يعني مش ريليفنت لاعلاناتنا، مش ريليفنت لشكلنا، مش ريليفنت لثقافتنا. فبالتالي حسيت ان في حاجه ناقصه. قعدت ادور برضو واشتغلت بقى طبعا في ايجنسيز، واشتغلت 2 سنين في جورمي ايجيبت. بس يعني كل ده وانا في دماغي ان انا اعمل حاجه، الحاجه دي تخليني هو انا عايزه اوصل لفين. حلو. يعني بعد ما قعدت 2 سنين في جورمي كنت بعمل بودكاست كده من البيت. فمديري بالصدفه شاف الفيديو فقال لي رندا تعالي اسالك سؤال. فقلت له ايه؟ قال لي هو ايه ده؟ قلت له ده فيديو بودكاست. زي ما انت شايف كده. فقال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انا عندي براند اسمه ذا كوبي رايتر، وهو لسه بيبي صغير، فانا عايزه ان انا اعرف الناس بيه. حلو. فقال لي طيب بصي، واضح ان انت بتعملي افورت، واضح ان في مجهود في الموضوع، فانا منصحك نصيحه. انا عارف ان انت بتشتغلي هنا علشان الفلوس، عشان كلنا بنشتغل عشان الفلوس، بس انت عندك سايد بيزنس، عندك باشن بيزنس، فمحتاجه ان انت تركزي فيه اكتر. فقلت له ايه المسج اللي ايوه اعمل ايه يعني دلوقتي؟ قال لي بصي انت محتاجه تركزي فيه فولي، وفي نفس الوقت تبقى هو ده خلاص المصدر الدخل بتاعك، وهتاخدي ريسك في الاول. كنت لسه هقولك بس نو ريسك نو فن، معروف. بالظبط. هتاخدي ريسك في الاول، انه انت فعلا هتواجهي مشاكل، هتواجهي صعوبات، يا تكملي في جورمي وتاخدي السيت اوف البادجت اللي انت عايزاها، يا تشوفي البيزنس بتاعك وتشوفي هتكبريه ازاي. بالظبط. من هنا بقى ابتدى ان انا عايزه اعمل براند اسمه ذا كوبي رايتر. ذا كوبي رايتر هو مكان عايزين نعلم فيه، او مش هنعلم فيه لان هو اصلا في الاول خالص برضو، عشان نرجع لورا شويه. ذا كوبي رايتر كان باشن براند، بكتب فيه عن الاعلانات بطريقه بسيطه وسهله وشبه الكالتشر بتاعتنا، وفي نفس الوقت ما تبقاش معقده بس فيها فاليو. حلو، تبقى سهله للناس. يعني عشان لسه بتقولي حته انه كان كل حاجه في الماركتنج بالانجلش، فانت حبيتي بقى توري برسبكتيف مختلف شويه. بالظبط. فابتديت بقى ان انا اعمل بلوجز طويله وكده لحد ما الناس ابتدت تعرف البراند. كنا الاول 200 لايكس، بعد كده 500، بعد كده 1000، بعد كده زدنا يعني. بس طبعا ده عملته كله لوحدي. كنت بجيب طبعا بكلم الترينر وبعمل بودكاست واخش على كلاب هاوس، الاقي كلاب هاوس موجود، يلا كلاب هاوس، زوم، يلا زوم، يلا كل حاجه عملتها. حلو. لحد ما انا برضو دايما بيبقى في محطات في حياتي عايزه اوصل لفين بعد كده. صح. فمن هنا طبعا البراند كبر، وبقى في بيزنس موديل، وبقى في انفستور، وبقى في حاجات تانية. طبعا بقى في كوفاوندر، لان كنت كل ده بعمله لوحدي. فمنلي دي الفكره بتاعت ذا كوبي رايتر جت منين، او انا عملت ايه؟ انه هو باشن براند اكتر من ان هو بيزنس براند. باشن براند حاجه كل يوم بتخليكي ما تزهقيش وانت بتعمليه، حاجه مش روتين بلس انه عامه انا الشخص بزهق، بس كل يوم الصبح بقول remember why you started. يعني ليه انت اصلا بنيتي حاجه زي كده. صح جدا. خصوصا لما بيبعتوا لي مثلا مسجز الناس اللي حضرت معانا تقول لنا
مش عارف لولا وجود الكوميونتي بتاعكم انا ما كنتش اشتغلت في الشركه الفلانيه. فلو بتجيلي في الوقت اللي انا بجد عايزه خلاص مش قادره خلاص بقى هقفلها بقى هقفلها بقى. ايوه بس فده باختصار يعني. ايوه، حته البيلد كوميونتي دي ما بتجيش بالسهل، يعني حته ان انت يبقى حواليكي اودينس معين هم حقيقي انت بتاد فاليو ليهم وهم ممتنين لدوت وحاسين انه لا المكان ده بالنسبه لي يعني حاجه روحيه كده، ما بتبقاش سهله. بالظبط. عملتي ده ازاي في ذا كوبي رايتر؟ انا بالنسبه لي البراند مبني على الكوميونتي بيلدينج اصلا، صح. لانه في براندز كتيره حوالينا وما شاء الله يعني اكسبرتس في المجال. انا لما جيت اصلا دخلت يعني اخدت حته صغيره قوي من السوق الماركت شير. فقلت طب ايه الايدج اللي انا ممكن اقدمه؟ بالظبط صح، هي دي ده السؤال. فحسيت انه الناس بتحب قوي المكان، بلس ان انا كلنا او معظم الجيل التسعينات مبني على فكره نضيف المرح الى اللعب ونضيف المرح الى الحياه سبيستون. فانا حسيت انه طب نضيف المرح الى الكوبي رايتنج. فبقى ده السلوجن. اوكي، ان انا عايزه اضيف المرح للكوبي رايتنج، خصوصا ان كونتنت كرييشن من زمان هو معروف، بس لما في ناس لحد دلوقتي تخش على البيج عندنا هو يعني ايه ذا كوبي رايتر، فالناس ما بتبقاش فاهمه اصلا المصطلح ده معناه ايه. انتوا بتقدموا ايه، انتوا بتعملوا ايه؟ بالظبط صح بالظبط. فمن هنا جت بقى ابتدى الناس، الاقي ناس من ليبيا، الاقي ناس من لبنان، الاقي حد من ليبيا وحد من مصر عاملين بروجكت مع بعض وعاملين انستجرام اكاونت وحاطين عليه البروجكت بتاعهم. فحسيت ان هو ازاي عملت كل ده. برجع افتكر انه في الاخر انا كنت عايزه ابني حاجه اوثنتيك، حاجه صادقه جدا، وفي نفس الوقت حاجه مش مصطنعه، يعني مش اللي هو تعالى اقول لك 5 حاجات تعملهم عشان مش عارف تعمل. الترند ريلز دلوقتي اللي طالعه. صح. بلس انه في برضو براندز بتتكلم قوي في 80 تول AI هكلمك عنهم لازم تعمل سيف. طب ماشي انا هعمل سيف بس مش هستفيد برضو حاجه. اوكي صح، هستخدمهم ازاي؟ ما هو محدش قال لي. وبعدين قول لي تول واحده بكل حاجه عنها احسن ما تقول لي 80 بوست عشان الريتش يجيلك. فمن هنا الناس ابتدت تحس انه في ايدج مختلف، يعني في حاجه مختلفه. انا مش في فاليو ما بالظبط بيتم بالظبط. انا مش بس مجرد انا بحط البوست وهو ده ومش عارف ايه. الناس يعني ما شاء الله عندنا الشخص بيجي مره واثنين وثلاثه مش عشان الكورس ولا عشان التريننج، لا خلاص انتوا بقيتوا مكان بالنسبه لهم تراستد، وزي ما انتي قلتي عملتوا كوميونتي، فهم خلاص بقوا لويال قوي. عايز تعرف على ناس جديده، عايز اشوف اكسبيرينس جديده. فهم بالظبط بقوا عاملين اللي هو الكورسات اللي عندكم الشهر ده عشان عايزه اجدد كده. ايوه. فالكوميونتي بيلدينج ده نمبر 1 اكتر من الكورسز نفسها. صح. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك وانتي بقى في الجيرني اللذيذه قوي دي؟ اكيد في حاجات دروبس كده تخليكي تقولي لا خلاص انا مش قادره، انا مش هكمل، من كومبيتيشن بقى عاليه مثلا في الماركت او حاجه. احكي لنا كده عن مواقف وطرائف أيوة. حصلت معاكي. بصي كان عندنا زياره كده الاسبوع اللي فات ستارت ابس مع الانفستورز بتوعنا. فلما سالت السؤال ده قلت لهم اول حاجه الكومبيتيشن طبعا، بس الكومبيتيشن ما تبقاش اول حاجه، يعني اللي بيبقى اكتر فايندينج منتور بجد. لان انتي لسه صغيره فالكومبيتيشن اصلا مش شايفاكي. صح. لا بس انتي عايزه تحاولي بقى ان انتي تدخلي ما بين الكومبيتيشن. ما هي هقول لك الاول فايندينج منتور دي مهمه. حلو ان انا الاقي المنتور المناسب، بس في نفس الوقت وانتي صغيره مش بتلاقي منتورز خالص. صح. يعني هتخشي او المنتورز اللي هتلاقيهم يعني هيبقوا مش المنتورز اللي انتي بتدوري عليهم اللي هم كبار قوي. بالظبط. هتخشي كلمي ده هيقولك لا والله مش فاضي. هتخشي كلمي ده لا البيزنس ده مش هيشتغل. هتخشي كلمي ده لا والله بصي اصل انا مهتم بالفنتك مش مهتم بالكرياتيف، مش حتتي. فطبعا بيبقى فيه لحظات كده اللي هو انا صح ولا غلط؟ طب ما هو انا لو مش صح او صح هبقى الشخص ده انترستد ان هو يعرف اكتر عني. فاسئله كتير بقى، اسئله وجوديه اللي بتيجي بعد الساعه 12 بعد الساعه 12. طب ما انا كان عليا من ده بايه؟ انا عندي دايما الكونسبت بتاع ما نفتح محل ورد
انا افتح محل ده ورد احلى على حاجه. فكره، ده لحد دلوقتي كل يوم لما تيم يقعد معايا، ها هنعمل ايه؟ طب ما انا عليا من ده بايه؟ افتح محل ورد. محل الورد. فالفكره انه هي دي بقى البوينت بتخليك ده الباشن براند. دي الحاجه اللي الفرق. بتخليكي تكملي. لان لو بيزنس براند من اولها هتدوري على الفلوس. مظبوط، انا معاكي جدا، فاهمه؟ صح. هتكسبي 70 مليون دولار عادي، بس هتبقي بتروحي كل يوم هتعملي إيه؟ كارهه نفسك وهعمل ايه هتعملي النهارده؟ إيه؟ صح. فاهمه؟ انا برضو مش بشجع فكره اللي انت تسيب شغلك والكلام ده، بس لو انت عندك حاجه فاليو عايز تقدمها، قدمها جنب شغلك لحد ما البراند بتاعك ده يبقى واقف على رجله. هرجع لك تاني برضو في البوينت، المنتورشيب مهم قوي ان انت تلاقي شخص واثق فيك. وهم في 2 بصراحه يعني مهمين جدا بالنسبه لي، مش ناسياهم وفعلا محتاجه اقول اسمهم، حتى ممكن ان شاء الله تعملوا معاهم بودكاست. طارق الزيني، يعني he's a huge brand designer. طارق الزيني ما كنتش يعني خلاص انا مش معروفه اصلا، يعني انا بحركها بس لا انت انا لسه ما كنتش معروفه ولا اي حاجه. هو بص انا اتعرفت عليه في ايفنت، قال لي انت البراند اللي لونه احمر، كنت ساعتها عامله البراند لونه احمر قوي. اوكي. عشان دي حته الكومبيتيشن، عشان الكومبيتيشن كانت ماشيه جنب الحيط قوي، فانت كنت عايزه اعمل بوب اب بقى. وانا كنت صغيره بقى عندي طاقه. ايوه. وواحد كان سنجل، فاهمه؟ اللي هو خلاص بقى ما فيش حاجه، انت عندك ايه تخسره؟ ما فيش حاجه انت عندك ايه تخسره يا اخي؟ فهي دي نفس الفكره. فاحمر جدا، كل الالوان صارخه فظيعه، الديزاين يعني حلو، بس اللي هو يخليكي تقفي. مش الكونتنت كان مهم بالنسبه لي، كنت دايما عايزه تقولي ان انا هنا بالظبط. فساعتها اتعرفت عليه في ايفنت، فحد يعني بيعرفني عليه، فقال له هي دي صاحبه البراند لونه احمر؟ فقال له انا بس ممكن اقعد معاك في مره كده. نزل لي وقعدنا 2 3 4 بنتكلم. قال لي كل حاجه عن الادفيرتايزنج. حلو قوي. قال لي عن البراندنج، عن ديزاين، انت عايزه تروحي فين، عايزه تعملي ايه، البراند ده بيمثل لك ايه، كل حاجه. الشخص التاني اسمه محمد مونجي، ده كرييتيف دايركتور، اسوشيت كرييتيف دايركتور. واحد ما اعرفوش ولا يعرفني، دخلت قلت له انا بحب الكوبي رايتنج وعايزه اعرف اعمل ايه، يعني عايزه اكتب للناس. وانا ممكن في ناس تحس انه مش دي الشخص اللي ممكن يتكلم مثلا على الكوبي رايتنج، مفيش اعلانات قويه قوي، حاجات زي كده. قال لي بصي، جاب لي بقى تاريخ حياته كله. قال لي انا شخص بحب الفن، تقولي لي بقى رايتر، كوبي رايتر، كونتنت، سميني زي ما تسميني. انا بالنسبه لي انت عندك حاجه عايزه تقدميها، هتقدميها ازاي؟ حلو. برضو قعدنا نتكلم كتير قوي في حته الادفيرتايزنج، بس الكلام بقى خدنا لحاجات فعلا اندبس قوي. اللي هو انتوا ليه خدتوا وقتكم عشان تعملوا كده؟ فلحد دلوقتي هو يعني مونجي من الناس البست سيلر كورسز عندنا، ومش بنتعامل ان احنا بقى منتور ولا هو بنتعامل احنا صحاب بدأنا مع بعض. فهو ما شاء الله يعني هما الاثنين سنا كبار طبعا يعني، بس سنا هما برضو ما تحسيش ان هما كبار، بس في نفس الوقت عندهم خبرة كبيرة قوي يقدروا يقدموها. فدي مرحلة المنتور. المرحلة التانية الكومبيتيشن. هتلاقي بقى كومبيتيشنز كتير قوي، يعني كومبيتيشن بنفس السعر، كومبيتيشن في نفس الاريا، كومبيتيشن حد كان شارك قوي في مجاله فدخلتي خدتي حته منه، فاللي هو انت بتعملي ايه؟ كومبيتيشن مش في حتتك خالص ومش نفس التارجت، بس بتلمس في حاجه معينه. حلو. انا من داي 1 وانا عندي تارجت معين. يعني انا كان عندي 2 competitors، وانا شايفه ان هم دول الكومبيتيتورز بتوعي، مش الكومبيتيتورز التانيين. فانا بالنسبه لي الناس كلها كانت شايفه ان احنا في الحته بتاعت حتى في البوست، لو عايز تتعلم كوبي رايتنج عندك مش عارف مين ومين ومين. بص كده، لو هم لسه بيحطوني مع دول
يبقى انا يبقى انا ماشية. لسه انا أنا ماشيه ماشية غلط. لما ابتديت يحطوني مع تو كومبيتيتورز التانيين انا كده على التراك الصح. انا كده على التراك الصح. بالعكس كمان بقينا دلوقتي ننزل معاهم اصلا كوميونتي بارتنرز، حلو قوي. اللي هو انت معادي كده وصلتي. ما عادي، ايه أيوة. المشكله؟ احنا كلنا اقوياء جنب بعض. بس كل واحد بيقدم بالظبط. حاجه، وكل واحد على فكره عنده تارجت اودينس، وكل واحد عنده ادج، وكل صح. واحد عنده يونيك سيلينج بوينتس. فالفكره نفسها بره لما كنت بشوف هاب سبوت اكاديمي بتلاقي لوجوز كتيره قوي لناس هم في نفس المجال صح. وحاطين كلهم جنب بعض. بس هنا في مصر شويه عندنا فكره ان انا لا، انا عايزه ابقى انا الوحيد الاوحد الموجود على الساحه. في الاول انا كنت بصراحه وانا صغيره كنت عايزه عندي يعني كومبيتيشن عاليه جدا، عايزه اكون انا الوحيده، عايزه اكون انا المتفرده. بس لما كبرت، لما بقيت ابص على الحاجه كده والاقي في ناس مثلا 2 بيتخانقوا مثلا على كورس او في حاجه حصلت، ماشي ربنا يوفقك ربنا يوفقك. فالفكره نفسها انه مفيش حاجه مستاهله. ايوه يعني حرفيا انت لو عندك براند قوي فانت عندك الاودينس بتاعك، عندك البراندنج، مش عندك خايفه من حاجه انك تخسريها، انت عارفه بالظبط. انت ماشيه على الطريق الصح ليك الاودينس بتوعك. بالظبط. يعني ده اللي خلى ان احنا نكون لما نقدم في انكيوبيشن او اكسلريشن نتقبل، لان احنا عادي، احنا زي اي ناس تانية. صح. بس هم لما سالوا علينا في الماركت شافوا قد ايه البوزيشننج بتاعنا قوي، انه هم عندهم بورتفوليو قوي من ستارت ابس كتيره جدا، وفي نفس الوقت طب هم عايزين يضيفوا ستارت ابس اقوياء. مظبوط. ايفن حتى لو هم مش ادتك او مش هم بيقدموا نفس الحاجه، بس هم احنا الاثنين نقدر نكمبرومايز ان احنا نعمل برودكت، البرودكت ده ينفع الناس وفي نفس الوقت يبقى في الكور بزنس بتاعي. مظبوط. ما اختلفش عنه. صح. فدول حاجتين مهمين قوي. تالت حاجه البادجت. انا ليه كنت بشتغل لوحدي كل حاجه؟ عشان ما فيش بادجت. صح. انا مش هقدر ادفع لكونتنت كرييتور، مش هقدر ادفع لديزاينر، مش هقدر ادفع يعني صعب. انا عشان انا فاكره ان انا اللوجو بتاعي في الاول كان عصفوره اورجامي كده، العصفوره دي جبتها من فري بيك اصلا. اوكي. قلت خلاص يعني هو كده محدش عارفني، ده هم انا 200 بجرب يعني. هم 200 حد. بعد شويه حسيت انه البراند ابتدى يبقى واخد شكل البيزنس، بس انا ما كنتش مدركه ده، انه برضو في فرق ما بين الكرييتيف والبيزنس، في كرييتيف بيزنس وفي بيزنس بس، فلازم تبقى عارف انت فين بالظبط. صح. فلما ابتدى ياخد شكل البيزنس حسيت انه طب يعني هي بتعبر عن ايه؟ انا نفسي كنتش عارفه، فاهمه؟ كلمت برضو حد مشهور جدا وبرضو صديق بحبه جدا، اكرم ويليام. قلت له بص يا اكرم، انا لسه ببدا، يعني انا لسه ببدا حياتي، وانا طبعا عايزه حد يكون في مدرستك، بس اكيد مش انت. ايوه. لانها مش هقدر ادفع الفلوس دي. صريحه من الاول. فهو فعلا كان في حد في الشركه عنده، اتعاملت معاها وكانت فعلا بروفيشنال جدا. ساعتها عملنا اللوجو بتاع ذا كوبي رايتر. كانت الفكره ان احنا مش عايزين نعمله، انا مش عايز اعمله عصفوره، ومش عايز اعمله قلم، ومش عايز اعمله كتابه، صح. الحاجات اللي هي المعروفه. انا جربت كل انواع الديزاينرز عامه، الاليت والمش اليت. اوكي. كله مفيش، ما مش جايه معايا، مش عاجبني حاجه. فهي الوحيده اما قالت لي تايبوجرافي ذا كوبي رايتر بالعربي. ايفن حتى لما بنابروتش كلاينتس بره بنعرف الناس ذا كوبي رايتر ات ريدز ذا كوبي رايتر، اذا ان هو ده الشخص اللي بيعمل ادفيرتايزنج وكذا، عشان هم يفهموا اللوجو اصلا معناه ايه. وكان الهدف اصلا احنا ما بنتكلمش انجلش، فبالتالي احنا ذا كوبي رايتر بالعربي. فعملت اللوجو. اول لما عملت اللوجو عايزه اقول لك ان انا طبعا متوقعه ان الناس تقول اوه تحفه. اول لما نزلت على فكرة العصفورة دي كانت أحلى بكتير، يا نهار أبيض. أصلا بقى بكتير من اللي انت عاملاه ده. حسيتي ايه وقتها؟ كانت لسه الكو فاوندر داخل أسبوع مثلا يعني ده، فابتدت الناس تقول لها هو ايه اللوجو اللي شبه مسحوق أمه ده؟ يعني انت من هنا والله بجد واحدة دخلت يعني، حتى مش كومنت ما بعت لي، هي دخلت قالت لي كده، قالت لي انا مش قصدي حاجه والله. لا كتر خيرك.
بس بجد الالوان باللوجو بكل مسحوق قومه. فانا طبعا هنا دي مرحله التشالنج الحقيقيه، انت دافعه فلوس وبراندنج وبتاع وحركات رايحه في سكه تانية خالص. فساعتها اللي هو طب انا هعمل اتصرف ازاي بقى دلوقتي، جالي بانيك بقى. طبعا. فكلمت اكرم وكلمت الكو فاوندر محمد وكلمت طارق الزيني وكل الناس اللي هم بتوع البراند كلمته. طب انتوا شايفين ايه؟ طب انا غلطانه؟ طب مش كلهم قالوا لي لا طبعا ده تحفه، ده هو ده البراند بتاعك. استني بس، هو اي براند بيغير اللوجو بتاعه، اي براند قوي بيحصل له كده. فقلت له ماشي. فمع الوقت هصبر شويه. مع الوقت اسبوع 2-3 ابتديت احط التمبلتس الجديده باللوجوز بالحاجات دي. ابتدت الناس تنسى اصلا اللوجو القديم وتركز انه محدش بقى بيسال على عصفور. انتوا غيرتوا البراندنج بتاعكم، انتوا بصراحه من ساعه لما غيرتوا البراندنج بتاعكم وانتوا بقيتوا في حته تانية خالص. الحمد لله. اللي هو طب ما كمل اول. انا كنت عايزه اسمع ده من الاول. بجد. ممكن ابعت لك سكرين شوت اصلا يعني بجد تشوفيها، انا سايباها للذكرى الخالده. انا صراحه تتبروز يعني. فدي تشالنجز ان انت مش عارفه الطريق. الموضوع بالنسبه لك طب فعلا انا ايه اللي دخلني في حوار البراندنج واللوجوز والبراند والحاجات زي كده. فدي حاجات اساسيه. المنتورشيب، الكومبيتيشن، فكره انه انا عايزه اعمل ايه. يعني البراندنج نفسه مهم قوي. مش بس يعني الناس بتعتقد ان عامله براند اسمه ذا كوبي رايتر فمعناها ان انا هيبقى البراند يعني كله على الكتابه، which is مش حقيقي خالص. انا كنت بهتم، انا لحد دلوقتي بهتم بالديزاين اكتر من الكونتنت، انه في الاخر هو ده الحاجه اللي بتخلي الناس تفتكرك. صح. وده بيكمل ده. بالظبط. طيب content is king، ده بيل جيتس سنة 1996 كان قالها، وستيل لحد دلوقتي مع طبعا حتة الهوج بقى بتاعة الديجيتال ماركتينج رجعت تاني والناس بدأت تتكلم عنها تاني. ايه المعايير المطلوبة في اي كوبي رايتر او كونتنت ماركتير تكون موجودة فيه عشان يقدر يقول انا هنا، انا في الماركت؟ وبنتكلم على حتة بقى الشطارة والابداع والحاجات دي كلها. بالنسبه لي حاجتين مهمين قوي، الريسيرش وان هو يكون دارس ماركتنج بقى بكل انواعه، كونسيومر بيهيفير، برايسنج، بزنس موديل، كل الحاجات. ليه؟ لانه بالنسبه لي عمرك ما تعرف تكتب عن حد وانت مش عارف هو عايز ايه. صح. مين يعني الحد ده أصلا؟ مين الحد ده؟ هو ساكن فين؟ بيعمل ايه؟ لما اكتب له كونتنت هيلمسه ولا لا؟ في حاجات كتيرة قوي. السنة اللي فاتت احنا كان عندنا كذا تيم، في ناس شاطرة جدا وفي ناس كانت اللي هو ايوه الهوك ده اجيبه منين يعني ايه الحاجة اللي تشد انتباهه؟ ايه الحاجة اللي تخلي البوست يجو فايرل؟ بالظبط. ده السؤال اللي مؤخرا بيتسأل كتير جدا، ازاي اخلي الريل بتاعي او البوست بتاعي او الكوبي حتى بتاعتي تجو فايرل. بصي، هي الفكرة انه انا بالنسبة لي الحاجة اللي مش شارع هي اللي بتسمع قوي. يعني لو عملتي حاجة، جبتي كوت او شفتي حد بيتكلم او عملتي اي حاجة، دي اللي بتسمع. الاعلانات كلها مبنية على كده. يعني مش بس ان انا بعمل 5 حاجات تعرفهم عن الكتابة او كده. خلينا نقول المصطلح بتاعها الصح اللي هو الانسايتس بالظبط، بتاعت وات ايفر انا بعمل ايه. بالظبط. الناس كتير قوي، يعني انا اول لما بدات ما كنتش فاهمه ايه انسايت. بس الفكره انه مثلا ندي مثال على الانسايت، انه احنا اول الشهر بنبقى اغنياء جدا فبنطلب كل انواع الاكل، نشتري كل انواع اللبس، بقى صح، كل حاجه صح. بنيجي على يوم 10 المرتب خلص، مرتب طار. فده انسايت عام، مش ملوش علاقه بشخص، مش كاتيجوري معين. بس لو انا بتكلم على شخص بقى، يعني لو انا مثلا عايزه اعمل اعلان لبالم هيلز، فانا لازم اتكلم على فكره الكوميونتي، السكيورتي، انه مفيش حاجه هتضايقك، ان حاجه تبقى بتخاطبهم هم. بالظبط، انك قريب من شغلك، انك في لازم يكون في ايدج معين. بدايه مثلا اللي هو برضو ريل استيت كانوا عاملين حاجه اسمها كريتيف سيتي. الكريتيف سيتي دي في الاعلان اترجمت على انهم 2 بيحبوا بعض، بيدوروا على بعض، كل ده في اللوكيشن. ليه؟ لانه
في مثلا مشكله اساسيه في الريل ستيت، انه هما بيبيعوا الوحدات بس بيكونش لسه اتعملت، فهو محتاج يوريك المكان نفسه صح. في كل حاجه. فانا بالنسبه لي ده ايدج، ان انا ابين ال المكان نفسه والريل ستيت بتاعه، ده الايدج اصلا. صح. طيب حته بقى ان انا اكون كونتنت ماركتير شاطر، ايه التبس؟ يعني مثلا في الحته الفيجوالي الناس بتقول الديزاينرز غزوا عينيكوا كتير قوي بفيجوالز كتير. نيجي بقى للسايد الاخر بتاع الكونتنت، انا سينيور كونتنت كرييتور اكون شاطره ازاي اكتر؟ بعيدا بقى يعني لو حاجه سيلف ستادي، مش هنقول مثلا دلوقتي في ورك شوبس او كورسز، اعمل ده ازاي عشان اكون طول الوقت انا بطور من نفسي اكتر وبضيف لنفسي كل يوم حاجه جديده؟ بصي انا هقول لك على حاجه. احنا كان عندي كيس كده ريسنت يعني قريبه، هي بنوته في التيم عندي كانت مودريتور، وبعدين انا قلت لها خليكي مودريتور شويه عشان تشوفي الناس تسال على ايه. صح. انسايتس بس انسايتس حقيقيه بقى من الناس بتسالك الكورس ده بكام، طب إيه هاخد شهاده، طب مش عارف ايه، طب انا عايزه ابدا في المجال، ابدا ازاي، الحاجات دي. فهي تبدا تفهم الناس عايزه ايه، مش اللي انا بقوله لها. فبعد كده حسيت ان هي ذكيه وشاطره، فاحنا عايزه اطورها، فابتديت اخليها تقرا شويه. ابعت لها مثلا بنتكلم مثلا على مقال ايه الفرق ما بين ATL والBTL والTTL. حلو. ففي ناس كتير تقول لي ما انا مش فاهمه ايه ده، ما هي انا مودريتور مش كوبي رايتر. فابتديت اديتها ارتكلز، الارتكلز دي شرحتها لها، قلت لها يعني ايه above the line وbelow the line و through the line، وازاي تعملي اعلان تلفزيون، وازاي تعملي بيلبورد، وازاي تعملي حاجات زي كده. لانه في الاول انت مش عارفه المجال ايه، انت شايفه بس مش شايفة عارفه بس ده مش عارفة. مصطلحاته ايه. وبعدين في الاول انا قبل ما ابدا خالص انا كنت بقى عارفه الناس اللي بتفتح تابات كتيره قوي، انا كنت بعمل كده. وبس عندي بقى عندي حاجه حلوه، لازم يكون عند الناس موجوده، تعرفي تختاري انهي مقال اللي فيه فاليو. طب دي بنعرفها بناء على ايه؟ انا ممكن اقرا المقال كله واحس انه يعني ماشي فهماكي، بس هتلاقيه مثلا مترتب ترتيبه. مش هقول لك مثال، يعني مثلا اتكلمنا مثلا ازاي تبقى كونتنت كريتور، دخلتي على هاب سبوت اكاديمي فلقيتي 5 ايتمز بيقول لك نو يور اودينس، مثلا اعمل برايسنج كويس، مش عارف، هتحسي ان هو تمام شكرا. دخلتي على واحد تاني لقيتي فيه you will learn in this article مثلا ازاي تعمل باير بيرسونا، وهسيب لك في تحت في اللينك الباير بيرسونا تمبلت، هوك وبادي صغنطوط وسي تي ايه في الاخر، ان انا بقول لك فانا بالنسبه لي هنزل انا التمبلت دي، ما انا مش فاهم حاجه. طيب بقول لك مثلا ليتس سي ان احنا بنتكلم على البيزنس والبيزنس موديل، سنس ان الحته دي دلوقتي بتمركز فيها اكتر. انا ما اعرفش يعني ايه بيزنس موديل، ما اعرفش يعني ايه فاينانشال بلان، ما اعرفش حاجات زي كده. طيب هخش اعمل ايه؟ هدور. صح. لقيت ان انا بتكلم على لازم يكون معاك كوفاوندر، لازم ماشي فين بقى، فين التمبلت بتاعت الفاينانشال، فين التمبلت بتاعت البيزنس موديل، الحاجه اللي انت هتقدري تمشي عليها بالظبط، مش مجرد انفو خلاص. يعني ايفن حتى انا كنت بطبق حاجات ملهاش علاقه بالكونتنت على الكونتنت. ازاي؟ يعني مثلا في زي كده موديل اسمه فاليو موديل، فاليو كانفاس موديل، ده اصلا مينلي للبيزنس. حلو. طيب انا لما اجي اطبقه على فكره الكوبي رايتنج اطبقه ازاي؟ الفاليو هو انا اصلا ايه الفاليو اللي عندي، وواتس ان ات فور ذا كاستمر، انا الكاستمر ده عايز ايه مني، وانا هقدم له ايه، والبراند هيقدم له ايه. فابتديت اطبق الحاجات بتاعه البيزنس والماركتنج على الكوبي رايتنج. عشان كده بقول لك انه مهم قوي ان انا ما بقاش كونتنت كريتور وخلاص. لان انا اعرف ناس صحابي كتيره جدا هم جايين من باك جراوند صحافه، باك جراوند كريتيف رايتنج، فهم عارفين يكتبوا، عارفين بس مش عارفين يسوقوا. فكانت دي المشكله. ان هم دايما بيسالوني طيب انا بكتب صحافه وبكتب ادب بس ما بعرفش اكتب تسويق. انا عكسهم. ايوه انا تقولي لي لقد ذهب احمد الى الحديقه ومعه ما اعرفش اعمل كده، وكان عينيه زرقاء وقابل هند وكده، لا ما اعرفش. بس اعرف ابيع، وهي دي الفكره بتاعت الكونتنت، ان انا اعرف ابيع الشخص نفسه. والبيع مش كونتنت بس. يعني انا دلوقتي لو خدتي بالك احنا بدأنا
الكونتنت وكاروسيلز وحاجات. صح. ما بقاش دلوقتي الكاروسيلز، بقى الكونتنت كريتور اسمه ريل كونتنت كريتور، بيخش مظبوط. يصور وياخد فوتج ويكتب الكونتنت والكابشن ويحط سكريبتس ويمنتج ويعمل حاجات كتير قوي، واسمه ريل كونتنت كريتور. صح. فدلوقتي شكل الكونتنت كريشن ما بقاش زي ما انا بدأت. لا هو طول الوقت في ابديتس بالظبط. فاحنا لازم نواكب الموضوع ده عشان نكوب مع الماركت. بالظبط. الكونتنت كريشن بقى اللي بتكلم عنه الريلز ده، لازم تكوني دارسه زوايا تصوير، لازم تكوني دارسه ازاي اكتب سكريبت بسرعه، ازاي اقوله بسرعه. بلس انه حاجه تانية مهمه، انا لو انا مش كشكلا مش مناسبه للبراند فهجيب حد شبه البراند. اوكي. يعني انا مثلا احنا دلوقتي عندنا جيل جنريشن زي، فمش هاجي انا هكلمه عن انا خلاص انتوا جيل التسعينات. ايوه احنا جيل التسعينات اوفنسيف جدا هو. فانا مش هاجي اقول لها تعالى خدكم معايا في رحله. انتي التارجت بتاعك معروف. يعني التارجت بتاعك بيزنس وستات عايزين يعملوا بيزنس وماركتنج وحاجات كده، مش ده. بس لما انا اكون عايزه اوصل المسج بتاعتي، لا هجيب تيم ممبر شبه الجنريشن زي بتاعي عشان يقدر ان هو يوصل لهم اسرع، يعرف يوصل لهم المسج بالطريقه بتاعتهم. بالظبط. لان انا هجيب ناس غيري هيجيب ناس، فكل تارجت اودينس ليه الشكل بتاعه، ليه البريزنتر بتاعه. صح. فشكل الكونتنت كريشن اتغير، فلازم انا اشوف يعني عامه التكست في الفيديو مهم قوي. التكست اللي هو بيبقى مكتوب، في ناس بتعتقد انه التكست نفسه خلاص انا كتبت كابشن وخلاص. لا، انا بالنسبه لي احنا ممكن نعمل كذا فونت، كذا فونت. الفونت ده يخلينا اي كاتشي، يعني صح. يخلي الريل نفسه اي كاتشي، بحيث ان انا اعمله سيف، ان انا اشيره. وما اكتر الريلز دلوقتي والسيف والسند ما بقاش على فكره. يعني اقول لك على حاجه، احنا عندنا في الكوبي رايتر اللي بيجيب ريتش او اللي فيه فاليو الكاروسيلز، بس اللي بيجيب فولورز هو ريلز. اوكي. فانا بالنسبه لي انا طول عمري بقول انا ليه ما اتخلقتش، فضلت مخلوقه في التراديشنال ماركتنج اللي هو بتاع الكتابه. لا وخلاص. الدنيا دلوقتي اتطورت خالص، ولازم تطلعي انت كفاوندر تتكلمي انت مين وعملتي ايه والبيزنس بتاعك وازاي، وتعالى خدكم معايا. الناس بتحب حته الستوري تيلينج وقولي لي. ما كانش كده زمان. عندك حق. بس دلوقتي لازم تكوب بقى. يعني حتى كنا في ميتنج كده الاسبوع اللي فات مع التيم، فحد من التيم هي جنريشن زي، بس يعني بقولها بصي انا هبعت لك لينك فيديو. اللينك فيديو ده كان كرينج شويه، كرينج بس مش وحش يعني. فقلت لها بصي احنا عايزين نعمل زي، قلت لها بصي انا هقول لك على حاجه، انا ابتديت اعمل ريلز، فانا لازم اكوب مع الماركت، فانت لازم تعملي اللي انا بقول لك عليه، علشان هو ده اللي الناس عايزه تشوفه. صح. الناس مش عايزه النهارده عندنا مش عارف ايه وهنتكلم عن ايه. لا، رتم الحياه بقى اسرع بكتير دلوقتي. بالظبط. فنرجع برضو لسؤالك نلخصه، ان فكره الكونتنت الشاطر مش هو بس اللي بيكتب، هو دلوقتي بقى بمثابه كرييتيف دايركتور او وان مان شو، الشخص اللي بيخرج ويصور ويكتب ويمنتج، وفي نفس الوقت طبعا ده از باشن براند. يعني أيوه. لما يروح يشتغل ما يشتغلش كل ده. يعني لما يروح يشتغل لو هو بيعرف يعمل كل ده فهو هياخد سيت اوف ماني كتيره. صح. يعني المفروض ياخد سيت اوف ماني كتير. بس اللي انا بكلمك عليه انه لو هو بيعرف يعمل ده فممكن يكون هو كونتنت كريتور اصلا، او بيقدم السيرفيس دي از فريلانسر، فمش محتاج انه يشتغل في شركه. خصوصا ان دلوقتي الناس كتير قوي تقولك لا انا مش عايز اشتغل في شركه، انا عايزه اشتغل في حر نفسي ويجي لي كلاينتس وخلاص وشكرا على كده. صح. فهو كرييتيف دايركتور مش كونتنت كرييتور او وان مان شو. يعني نرجع كده بقى الدايركشن زمان، هم كانوا الناس بتعمل ايه؟ بيشوفوا بقى السكريبت، تلاقي حتى البرنامج بتاع كاستنج عمرو سلامه لما بيتكلم بيقول هو المخرج الشاطر بيعرف يكتب ولا بيعرف يخرج ولا بيعرف يعمل الاثنين؟ انه هو لازم يكون بيعرف يكتب ولازم يكون بيعرف يمثل ولازم يكون بيعرف يعمل كل حاجه، بس هو مش الشخص اللي بيقف قدام الكاميرا. صح. هو بس بيمونيتور بقى ده من ورا الكاميرا. بالظبط. حلو قوي. كنتي قلتي لي قبل كده مش بنعين قبل ما نعين. احنا دلوقتي عرفنا المعايير
والسكيلز اللي المفروض تكون موجوده في الكونتنت كريتور او الكونتنت ماركتير الشاطر. نيجي بقى للسايد بتاع الشركات. الشركات بتعين بناء على ايه، او الشركات بتشوفنا ازاي؟ ده سؤال مهم قوي. انا بالنسبه لي بعين على، انا هقول الاول على ايه وبعد كده هقول الشركات. يلا بينا. ناس كتيره قوي دلوقتي لما بتلاقي اسم ذا كوبي رايتر او البراند، تيجي انا هبقى كونتنت كريتور معاكم، انا بحبكم جدا جدا جدا. في الاول كنت ببقى مبسوطه قوي، بعد كده ابتديت احس انه هي شغلانه اللي ملوش شغلانه بجد. فحسيت انه لا، انا مش عايزه النوع ده من الناس. انا عايزه حد يكون فعلا بيحب الكونتنت. يعني لما اديله الارتكل اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، يدرسه ويطلع لي فيه منه انسايت انا ما شفتوش، انا ما اعرفوش. انا عامه بعمل حاجه، مش بعمل هايرنج دايركت يعني سي فيز وكده. بنزل الجامعات او بنزل البي يو اي او الاي يو سي او اي جامعه اعلام في القاهره مثلا. بشوف مين ذا موست تالنتد، بعمل لهم اكسرسايز كده ثرو الوركشوب، وببقى شوف هو هيوصل لفين. هو معهوش اي حاجه ولا درس ولا ماركتنج ولا كونسيومر بيهيفير ولا اي حاجه. انت عايز تشوفي المينتاليتي ازاي. الاقيه طلع لي مثلا كونسبت. الفكره ان معظم الكونتنت كرييترز اللي انا بشوفهم او بنعمل لهم تاسكس، هو بيكتب عايز تتعلم كتابه محتوى، تعالى اقول لك. مش ده خالص. انا بديله مثلا تاسك، اقول له انا عندي ويب سايت لانشنج، او عندي ايفنت هعمل، او عندي سامت، عايزاك تطلع لي ثيم. الاقي دلوقتي خصوصا بعد دلوقتي كمان دخل على شات جي بي تي كرياتيفيتي ان يو. يعني ايه كرياتيفيتي ان يو؟ فين الكونسبت؟ فين عايز تقول ايه؟ يعني الكرياتيفيتي يفضل بقى يشرح لك يعني الكرياتيفيتي جوه كل شخص فينا لما بتطلع. هو ماشي، ده ايه علاقته بالبراند؟ صح، هو لازم يكون ليه علاقه بالبراند اصلا. فبتسالي اسئله، بتلاقي اسئله وجوديه. انا بالنسبه لي شخص يفهم يعني ايه كونسبت، يعني ايه ازاي يحققه، يعني ايه فكره، والفكره دي تقدر ان هي، انا عندي مثلا let's say عندي بلان، فول بلان تبقى متطبقه على كذا حاجه. انا لما اجي انزل اعمل ويب سايت لانشنج، فانا هعمل مثلا حمله تسويقيه، بعد كده هعمل ريفيلينج كامبين، هعمل خلاص هعلن على الكامبين بتاعتي. بعد كده هبدا اقول مثلا مين السبيكرز بتوعي، مين الموجودين، او السامت هيكون عباره عن ايه التوبكس اللي موجوده. عندي توبك مثلا كرياتيفيتي، عندي توبك للاي اي، عندي توبك لكذا. الناس ما بتبقاش شايفه الصوره الكامله. اوكي صح، بتبقى شايفين الكابشن، واقفين عند الكابشن. انا كتبت كابشن، ايوه يعني ها واتس نيكست، ايه الكابشن؟ فهي الفكره انه انت مش ماسك حاجه اقدر احلل على اساسها. بلس انه الحاجه بقى التانية اللي دلوقتي بقت موجوده هاي اكسبكتيشنز قوي، وانا لسه متخرج او لسه ما بتعلم. كذا ريل اشوفه، الاقي مثلا يا جماعه هو انتوا المفروض مش انتوا بتعلمونا، المفروض اصلا يتعلمونا، مش ان احنا ماشي، ما احنا هنعلمك مقابل وقتنا احنا. ايوه، الناس اللي عندها خبره عندها وقت وعايزه في نفس الوقت تطلع منك حاجه، صح. فخليكي معانا كده، فاهمه؟ في بقى اكسبكتيشنز هم اللي لسه متخرجه عن الكونتنت كرييشن غيرنا خالص. لما ابتدينا احنا كونتنت كرييشن، اولا ان انا طب انا ليه اشتغل عندك في الشركه؟ ما انا ممكن اشتغل لوحدي. اوكي، دي اول حاجه. الحاجه التانية، انا هقبض 15,000 جنيه اول انا هبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا هاخد 15,000 جنيه. unless ان انت بتشتغل مثلا بقالك 5 سنين 6 سنين، حتى لو انت في الجامعه ما عنديش مشكله تاخد 15,000 جنيه. انا في ناس شفتها كده، اللي هو لا، انا بالنسبه لي حتى لو انت لسه متخرج بس انت بادئ من ثانويه عامه، فانت عندك خبره صح، انت عندك خبره، صح. بس اللي يجي اللي هو انا شفت الماركت اناليسز وعملت كده ريسيرش وشفت الرينج بتاع المرتبات، وحسيت انه من 15 ل 20 يعني it's good. تمام. فلا طب انت داخل شارك يعني شرفتنا. انت داخل شارك تانك. تالت حاجه بقى او رابع حاجه، ان السوق السعودي او سوق الجلف
ضرب السوق المصري، دي حقيقه. فدي انا لمساها قوي. اللي يقول لك مثلا انا بقى يعني لما اعمل الديزاين ب 500 جنيه ولا اعمله ب 500 دينار ولا دولار. صح. لا خلاص بقى التفكير دلوقتي اختلف تماما. فتيجي الناس كلها الشاطره راحت الجولف ونسابوا لنا الناس اللي هم لسه اللي عايزين ياخدوا 15,000 جنيه. فهو طيب انا كنت عندي كونفرزيشن مع احد التيم ممبرز قوي لما جت هي يعني شخص من ايجيبت شويه. فاول حاجه هي قالت لي لا انا بصي انا شايفه الرينج كذا كذا، بس لسه احنا لسه ما اتكلمناش اصلا، لسه ما شفتش حاجه، بس انا فيها بوتنشال قوي جدا. حلو. اولا عندها ليدرشيب سكيلز فظيعه، مفيش اخطاء املائيه، انجلش وعربي. دي حاجه والله العظيم قليله يعني حاجه بجد مش متلاقيهاش كتير. ذكيه جدا وبتعمل ريسيرش. في الجامعه عندها بتعمل برزنتيشنز على كانفا. فهي كل ده دي خبره. طبعا يعني الناس تقول لا ده لسه ما عندهاش خبره في حاجات، هي عندها في حاجات انا هديها لها. صح. ما هو هي وين سيتويشن. ما ينفعش ان انا بجيب حد ميح خالص. وعلى فكره في البيزنس حتى لما بقعد مع كوفاوندر، لما بندرس حد او بنقلل حد بتبقى بناء على ايه؟ مش على الكونتنت اللي بيتكتب، على انه انا دلوقتي التيرن اوفر بتاعي لو انا جبت حد مثلا ب2000 جنيه قعد معايا 3 شهور وفي ال2000 جنيه دول بال2000 جنيه دول فضلت اعلمه واستنزف واطلع كل النوليدج اللي عندي وما بيتعلمش، مفيش. بس هو بياخد 2000 جنيه موفر لي. هو مش موفر لي. لا هو مش مفيش ريتيرن من الناحيه التانية. مش موفر لي حاجه. لان هو حيطه مفيش. انت بتقول ما حاجه بترجع لك تاني. ببقى لا تحفه ما فكرتش فيها. طب هتعمليها المره الجايه؟ هحاول. المره الجايه مفيش. ما بتتعملش. في حين انت لو دفعتي سيت اوف ماني اكتر والتيرن اوفر قل، فانت ما بقيتيش عندك الفكره بتاعت انت بتهايري كل 3 شهور وفي نفس الوقت عندك ان انت يعني you are saving your energy. اللي هو خلاص انا شرحت مره واحده الحاجه هتتنفذ، هتنمشي عليها بلان كامله 6 شهور. انا خلاص انا اشوف بقى البيزنس بتاعي. مش هقعد انا كل شويه اشرح نفس الحاجه صح. واعلق نفس الاخطاء وكل الحاجات دي. فبس خلينا لوجيكال شويه when it comes to content creation او creative. بلس حاجه تانية، انا عايز اعمل اعلان تلفزيون. ماشي اعمل اعلان تلفزيون بس اعمل ديجيتال طيب الاول. صح. يعني اعمل ديجيتال كوبي، اعمل كونسبت، اعمل بريف، شوف بريف صح، اشتغل على كلاينتس، حتى انزل في ايجنسي. وبعد كده ابدا شوف اعلان تلفزيون بتعمل ازاي باي ستيب. اعمل اعلان تلفزيون مع صحابك او كبروجكت واعمله عشان تروح بيه ايجنسي. بس انا لا انا حاسس ان انا هو الاحساس حاجه تانية. حاجه برضو من الحاجات تكون مقدم على شركه مش عارف الشركه هي بتعمل ايه، فتيجي مثلا حد يجي يقعد معايا فهو مثلا احنا educational courses او educational school. مظبوط. فهو اسمها ذا كوبي رايتر. انا نفسي اعمل اعلانات تلفزيون اطلع فيها طاقتي بقى، بس احنا ما بنعملش اعلانات تلفزيون، احنا مش كاست هنا. طب مش هتعمله. الفكره حاطط اكسبكتيشن على الكومباني مش موجوده. حد مثلا يروح يقدم في شركه نون مثلا فيقول لهم انا جاي هنا على انا كوبي رايتر. هم مثلا يحطوه اي كوميرس كوبي رايتر. الاي كوميرس كوبي رايتر بيكتب برودكت ديسكريبشنز وحاجات زي كده، حته تانية شويه. اس ام اس كامبينز، نوتيفيكيشن كامبينز، الحاجات دي. مش هو ده اللي انا مش حاسس ان هو ده اللي انا عايزه وبدور عليه. طب يا ابني ما انت اسمك اي كوميرس كونتنت كرييتور او كوبي رايتر. ما هو انا كنت فاكر ان انا لما يتقال كوبي رايتر انا هغير في الاستراتيجي بتاعت البراند. نون انا هغير نون. هم التايتل بتاعك كده. يعني انا كنت في جورميه ما بشتغلش سوشيال ميديا، كان في تيم بيشتغل سوشيال ميديا. لما انا حاولت اخش سوشيال ميديا ما كانش فيه المساحه دي. اوكي خلاص انا تمام، انا ماشيه خلاص. ما انا فعلا مش هقدر لانه هفضل لحد امتى اي كوميرس، مع ان الاي كوميرس اكتر فاليو في الشركه
من السوشيال ميديا، اه لان انت بتشوفي ارقام، انت بتشوفي صح. ليدز، منك للسيلز على طول. بالظبط. وبعدين الاي كوميرس كمان في حاجه حلوه قوي، بتشوفي الاوبريشن كلها. يعني بتشوفي مثلا ال الفول المدمس ده في كام يونت، مش عارف ايه، طب ده هيخلص امتى، طب ده فريش ولا مش فريش، ده فيجيتيريان، ده جلوتين فري ولا لا. فبتبداي تعرفي حاجات فعلا مختلفه عن الكونتنت تماما. انا صح. كنت بخش في اللوجيستكس والسبلاي تشين وحاجات زي كده، كانت موضوع ممتع. غير بقى فكره ان انت أكبر تبقي شوية. غير انت تبقي كونتنت كريتور قاعده على المكتب وبيجيلك البريف، صح. وبيتقالك خلاص تمام هو ده اللي احنا عندنا. ف setting expectations، اعرف انت الفاليو بتاعتك ايه مقابل الماركت. تالت حاجه ما تنجرفش ورا الكونتنت كريتورز اللي يقولك تعالى تقبض بالدولار، اقبض بالدولار بس هتاخد وقت. ماشي اقبض بالدولار، هتاخد وقت عشان ما توصل للمرحله دي. بس الفكره حاجه تانية برضو، ما تتكلمش عن شركات انت اشتغلت فيها او أوكي. شركات هتسيبها. يعني في كونتنت كريتور برضو شفتها كانت مقدمه عندنا، انا عارفاها قبل ما تقدم، فلما قدمت قلت نو واي اجيبها. ليه بقى؟ كل اسبوع يا جماعه هاخدكم معايا في يوم الاستقاله، وبتوري الشركه كلها. يعني بتقوم جايبه الموبايل وده الاسانسير وده هي ما بتقولش اسم الشركه، بس هي بتقول ان انا بستقيل كل شويه. كل شويه تستقيل. واضح كده ان انا مش هعمر في شركات. طب واضح. انا قولي لي سبب لما تقدمي عندي اعينك عشان اعينك. ما هو انا لو عملت لك الصبح قلت لك ما فيش نسكافيه، هتقولي لي ايه الشركه اللي ما فيهاش نسكافيه دي؟ والله لا اعمل فيديو عليك. ايوه هتشهر وات ايفر الشركه اللي هي فيها. ف بس وحاجه تانية بقى بالنسبه للناس برضو، حاولوا يدوروا على مدير يسهل عليهم المهمه. يعني انا بالنسبه لي بحب ان انا زي ما في مديرين انا شفتهم شاطرين معايا او كويسين معايا، انا محتاجه اعمل كده. ساعات ببقى نسخه من اللي صعبوها عليا مع الناس اللي تستاهل مع التيم اللي يستاهل ده في روايه احدهم. يعني مع التيم اللي يستاهل ده. وساعات ببقى اللي هو اطلعوا بجد، اطلعوا انتوا خليكم انتوا الليدرز وانا مش موجوده. انا هبقى براقب من بعيد وبشوف. يعني هي نفس البنت اللي قلت لك عليها الشاطره قوي، تقول لي هو ما فيش غيري اللي بيعمل ريلز؟ تقول عشان انت اشطر واحده، عشان انت بريزنتبل شاطره، ما فاهمه الانسايت صح، فاهمه قوي كده. بس يعني المفروض تطلعي انت عشان ما يبقاش البراند بتاعي. قلت لها يا ستي انا موافقه، انا ما عنديش مشكله. يعني انا بالنسبه لي انت وجه البراند، ما عنديش مشكله. فانا دايما بحب امباور الناس اللي تستحق ده. فاهماكي صح جدا. لكن بتامباوري في حته غلط تعملي حاجه في الاخر برضو يعملوا عليكي فيديو يا جماعه انا سبت الشغل النهارده. لا على ايه؟ لا مش لازم خالص. ليه طيب؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه. رندا بجد الحلقه كانت حلوه قوي بجد، شكرا ليكي جدا. انا مش عايزه واسالني اسئله تانية. يلا نكمل. لا حقيقي يعني شرفتينا ونورتينا النهارده. شكرا والله بجد. لو انتم مستعدين تغيروا اللعبه في الديجيتال ماركتينج، فليكس توك بودكاست كمان مستعد. رندا بتقدم لكم انترنشيب في ذا كوبي رايتر عشان تعرفوا اكتر عن الكونتنت ماركتينج والكونتنت كرييشن وتبداوا فيه مظبوط. سيبوا لنا في الكومنتس كلمه انترنشيب واحنا هنبعت لكم كل التفاصيل. هنستناكم تكتبوا لنا الكومنتس بتاعتكم وتابعونا على البلاتفورمز بتاعتنا. انا مروه معتز وليكس توك.